من هو الرجل الأغنى في العالم؟ يا ريس لو سمحت يا ريس. إيه يا ريس انت ماشي وسايبني ليه يا عم؟ باشا ما انت شايف انا شايل الولد ومتبهدل فيه ايه؟ يا عم انا برنامج مسابقات وهتكسب معايا. معلش عشان عندي ميعاد بس في مركز الكبد اللي في الجامعه هنا في اسمها منصوره. طب لحظة بس لحظة، طب استأذنك دقيقة واحدة والله ما هاخد من وقتك غير دقيقة. اتفضل. اسمك ايه يا حبيبي؟ ما بيتكلمش. لا حول ولا قوة إلا بالله. ابنك؟ ابني. هو أنا ملاحظ إن أنت حاطط القرآن جنبه على طول، هو يعني في حاجة ملبوس أو حاجة؟ لا هو بيسكت على القرآن. بس هو هيخبط في الشغل. طب أنا عايزك معلش خلي والدته معاه وفهمني، دي والدته صح؟ والدته. اسمه إيه بقى؟ اسمه ياسين. إزاي حضرتك يا أم ياسين؟ هو كام سنة؟ 7 سنين. ماله يعني في إيه؟ ياسين عنده مشكله كبيره اهو. جاي من العمريه. الدكاتره بتوع العمريه قال لك ده لازم يشيل الطحال. دكتور منهم قال لي روح مركز الكبد في المنصوره عند الجامعه. انا يا دوبك الحق. عنده مشكله، عنده جلطه في الكبد. ياسين اتولد في السابع، حجز في الحضانه 30 يوم. كان عنده مشكله في الدم، بعد كده طلع دماغه كبر، عمل عمليه فتح. دماغه كبرت، طلع عنده ميه على المخ. ركب 4 مرات جهاز شنط على مدار 2 سنين. جهاز رقم 3 سحب الميه كلها، عمل له نزيف. هو اللي عمل في حاله ياسين كده، خلاه في غيبوبه. بعد كده اكتشفنا ان هو عنده جلطه في الكبد وتضخم في الطحال. نزف، جاله نزيف، طلع فيه نزيف في البراز. ربط دوالي في المريء 9 مرات. اخر حاجه من يومين وعنده طفره جينيه، معرض لجلطه في اي وقت زي ما انت شايف كده. الدكاتره قال لك ده لازم يشيلوا طحال 17، طحال راجل كبير. دكتور كلهم طلبوا مني ان هو يشيل الطحال، فطبعا انا عارف ان هو عشان طحال هيموت. منهم دكتور قال لي ما تتعبش نفسك، ابنك كده ميت. فمش عارف بقى، فانا بعمل اللي عليا قدام ربنا، وزي ما انت شايف كده وضع صعب جدا. طفل 7 سنين عامل 22 عمليه، معرض لجلطه في اي وقت. هيشيل طحال، مشكله هيشيل طحال وعنده جلطه في الوريد البابي. الحمل كله هيبقى على الدوالي المريء، كل شويه هيفضل يربط كده، ونزيف كل شويه. انيميا 8 9، كرات الدم 2. أنت قلت لي عمل كام عملية؟ 22 عمليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على كل شيء. هو رجليه مالها؟ عنده نسبه ضمور، مش قادر يقف. قلبي وجعني لما شفت حالة الطفل ده، وصعب عليا تعب أهله. انا يا دوبك معلش، لان والله عندي ميعاد في مركز الكبد اللي في الجامعه في المنصوره، جاي من اخر الدنيا. يا دوبك الحق الدكتور يعني. في دكتور قال لك معاك الأوراق ومعاك معايا كل حاجه. هات يا ياسين. طلعي لي التليفون. ده الدوالي اللي ربطها. طب أنا هستسمحك، أنا هصور الورق ده وهعرضه دلوقتي، وريني كده لو سمحت. ملوش لازمه يعني لو. لا معلش، أنا هقول لك على حاجة. أنا أصلا مذيع بقدم برنامج جبر خواطر. انا ما اعرفش والله يعني. لا أنا اسمي علي الهلالي. أنا لقيتك معدي وقفت العربية ده هو والله. خلاص احنا داخلين على الدكتور يعني ان شاء الله، وربنا يسهل. بس ميعادنا هناك الساعه 4. في علاج يعني هو في علاج يشفي ياسين، في أمل. والله الامل كله في ايد ربنا يعني. انا برغم ان الدكتور احبطني وقال لي ابنك كده ميت، وسبحان الله كانه اداني حاجه، قال لي ربنا سبحانه وتعالى قال لي اجري ما تسكتش. سبحان الله يعني. مش عارف. بصوا يا جماعة، طب انت محتاج ايه؟ نفسك في ايه؟ انا نفسي اشوفه كويس، نفسي يتعالج، نفسي يمشي زي العيال. تصعب علي نفسه لما اشوف عيال في الشارع بيمشوا. عايز يقف بقى ما يعرفش يقف، عايز يمشي ما يعرفش يمشي. هل مثلا في عملية ممكن تتعمل تعالجه؟ هل في مثلا حاجة ممكن يربط دوالي كل 6 شهور. هيشيل طحال قريب، وصل 17 ظهر من تحت بطنه. انا عايز يعني اي حاجه تبعدني بعيد ان انا اشيل طحال، لان عارف هو لانه عنده جلطه في الوريد البابي. ممر الدم بطيء خالص، هيعمل حمل على الدوالي.
هيفضل ينزف كل شويه. المشكله ان الدكتور قال لي لو كرات الدم نزلت عن كده والصفائح نزلت هيجي له نزيف في المخ، وهو اصلا كان جاي له نزيف مرتين بسبب الجهاز الشنطه اللي ركبه في المخ. طب هو بيصرخ ليه كده يعني؟ مش قادر يقف نفسيا، وهو عنده مشكله في المخ. يعني هو كان بياخد علاج في المخ، العلاج ده غالي جدا، وقفته كمان مع مشوار الكبد دوت، وضعه صعب جدا. وقفت العلاج ليه؟ وقفت العلاج اول حاجه العلاج بتاع المخ واعصاب بره التامين، علاج غالي جدا. تمام، غير ان هو عنده مشكله يعني عنده مشكله في الكبد. يعني مش عارف يعني. انت بتصرف كام في الشهر؟ والله هو كان محتاج كام علشان ياسين؟ لا ياسين علشان تدبر مصاريف علاجه. ياسين والله مصروفه كبير جدا يعني، زي ما انت شايف كده. ياسين ما بياكلش اصلا، ما بياكلش زي الاطفال. ياسين عايش على اللبن، الاكل المسلوق طقه واحده وما بيكملهاش، حياته كلها لبن زي ما انت شايف. ممكن رقمك لو عليه محفظه فودافون كاش احطه عندي في الفيديو ده، واطلب من المتابعين. انا كل اللي بيتابعوني ناس فاعلين خير. والله بص انا سايب اموري على الله. على فكره انا في ناس كتير بتتابعني بيعملوا خير وفي قلبهم رحمه، متابعيني كلهم، لان انا اصلا محتوايا بيلمس قلوب الناس، والناس اللي بتتابعني كلهم ناس قلوبها مليانه رحمه واحسان. فانا هستاذنك اخد رقمك احطه، علشان لو كل واحد بس يا جماعه ساعد الراجل ده ولو بجنيه في ميزان حسناتكم كلكم والله، والدل على الخير كفاعله. لو مش هتقدر شير الفيديو ده علشان بس نقدر ان احنا نقف جنبه، لانه فعلا محتاج. الوضع زي ما احنا شايفين. ياسين علاجه في الشهر معدي والله العظيم معدي 18000 جنيه باللبن، وانا موقف له علاج على كده ليه ما قدرتش. يعني كان في ناس بتساعد طب انا دلوقتي بعد اذنك يا ابو ياسين ممكن اخد رقمك اللي عليه محفظه احطه في الفيديو؟ اتفضل ما فيش مشكله. خلاص الرقم يا جماعه انا دلوقتي هقفل تصوير وهاخده من ابو ياسين، والرقم هتلاقوه ظاهر دلوقتي قدامكم على الشاشه. يا ريت يا جماعه زي ما قلت لكم نقف كلنا جنب ابو ياسين. اسره حياتها بتتدمر، اسره كارثه يا جماعه زي ما انتم شايفين. لازم يا جماعه ربنا ما يوقعكم في مصيبه. ولو انت بتتفرج على الفيديو ده وبتنام مرتاح قول الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه. ابو ياسين انا بعد اذنك هاخد رقمك زي ما اتفقنا وهحطه في اول تعليق وهحطه في الفيديو. تحت امرك مش مشكله. ممكن نذيع الحلقه دي يا ابو ياسين؟ عادي يا عم زين، لعله يحصل. لا يا ماما بس يا ماما. قلبي وجعني قوي يا جماعه.